قصة أيمن من المغرب، قصة حقيقية ومرعبة. في عام 2019 كان يعيش شاب يدعى أيمن مع عائلته في مناطق جبلية وسط الغابة، ويقال عن الجبل مسكون بالجن، ولكن أيمن لا يصدق ذلك وقرر الذهاب مع إخواته الثلاثة دعاء ونسرين وأحلام. ذهب أيمن يتسلق الجبل مع غروب الشمس، وبدأ يقول: هل هناك أي جن؟ ها. وفجأة اختفى أمام أعين البنات، وعندما أخذوا يبحثون عن أخوهم لم يجدوه في أي مكان. اختفى لمدة طويلة، وبعد ساعة عاد من جديد. بقي البنات مصدومين مما حدث، ولكن عد أيمن وهو مرعوب في كل الليلة، يصرخ ويقول: ابتعدي عني. لم يعد أيمن مثل السابق، لقد تغير تماما. وفي أحد أيام دخل الدعاء إلى غرفة أيمن، ولم تجد أيمن في غرفته ما جعلها تصرخ على أبوها وأمها. وعندما دخلوا إلى غرفة أيمن لم يجدوا شيء، ثم أخبروا الشرطة، وبدأوا كل رجال الشرطة تبحث عن أيمن. وبعد أيام لم يجدوا أيمن، وفي اليوم العاشر تم العثور على أيمن في داخل الجبل وهو بدون ملابس. وبعدما عاد أيمن إلى المنزل قررت دعاء النوم في غرفة أيمن، وبدأت تسأل: من الذي فعل هذا؟ قال أيمن: الجنية. وفي منتصف الليل بدأت دعاء تشعر بشيء يحرقها، وعندما استيقظت وجدت فتاة مرعبة. قالت: لا تقتربي من أيمن، وإلا سوف تموتين. وفي الصباح تم العثور على دعاء وهي بدون ملابس. قالت أن الجنية هي التي من فعلت ذلك، وبعدها تم استدعاء شيخ، وبصعوبة تم إخراج الجنية العاشقة من جسد أيمن. ولكن في أحد الأيام استيقظت عائلة أيمن على صوت الباب يطرق بقوة، وعندما فتح الأب الباب وجد رضيع مرعب. الكل خافوا من الطفل إلا أيمن. قال لهم: هذا ابني من زوجتي الجنية،